محمد مساء الخير. طبعا كنت بتجربة خاصة، لماذا؟ لأنك كنت في سوروكابا تعيش أدق التفاصيل يوميات المنتخب الجزائري. ربما كانت هناك أمور كثيرة في الكواليس محمد. نعم، كانت أمور كثيرة في الكواليس، ولكن بداية دعني أمسي على هؤلاء الشباب، وتحية خاصة إلى حسيسن يعرف من هو ويعرف سر الكلمة كذلك. على كل حال أحييهم جميعا لأدائهم الرجولي في هذا المونديال، أيضا للوجه الذي ظهروا به. على كل سؤالي، أنا عندي سؤال لرايس مبولحي بداية. ماجد، قبل أن نتحدث عن الكواليس، الجميع يضحك الآن لأن هناك حكايات وطرائف مع المجموعة. رايس مبولحي كان عانى الكثير في قبل هذا المونديال. ماجد، رايس مبولحي قبل بداية المباراة الأولى كان الجميع يتحدث عن مكانته كحارس أساسي، عن المنافسة مع الحارس محمد لمين زماموش. هو كان دائما بهدوئه بتركيزه، تمكن من العودة بهدوء، ورغم ذلك لم تكن العودة فقط من أجل العودة، ولكن كانت بتألق. وكنت نتحدث مع أرسن فينغر قبل ذلك، تفاجأ فعلا لمستوى هذا الحارس. سر هذه العودة القوية لرايس مبولحي. شكرا جزيلا. العودة جميلة جدا. أنا كما فعلت دائما، العمل جاهدا هو الأهم. بالتأكيد هذه المرة الأمر فريد من نوعه، لقد عدت من بعيد جدا رغم بالتأكيد هذا المسار الطويل والشاق، ولكن الآن الحمد لله أنا موجود. وكما قلت، العمل الجاد اليومي هذا ما أؤمن به أنا وأقوم به. سمعت إلى جواب محمد الوضاحي؟ نعم ماجد، واصل أعتقد